في الفيديو ده هقول لك ازاي تحول اي رسالة صوتية جات لك على الواتساب وانت مش قادر تسمعها عشان عندك اجتماع او عندك محاضرة، تحولها ازاي الى كلام، او اي مقطع صوتي برضه ازاي تحوله لكلام. تابع معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تحول اي رسالة صوتية لكلام مقري لو عندك اجتماع مهم او عندك محاضرة مهمة ومش قادرة تفتحي الرسالة الصوتية؟ أول حاجة هنيجي على الرسالة الصوتية وناخدها شير، وبعد كده نوديها على التليجرام، وبعد كده هنيجي على السيرش بتاع التليجرام ونكتب ترانسكرايبر بوت الكلمة دي، وبعد كده نعمل إضافة للمقطع الصوتي اللي احنا واخدينه شير. هتلاقيه اترجم معانا بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه معايا دلوقتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عايزين تدعمونا وتشوفوا فيديوهات تانية أكتر ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير.